هيك ألف باء. إذا ميم هاء عمودي على ألف باء، إذا هاء تساوي 90. ودي الدخلة الصح الأول، إن أنا أثبت له إنه عمودي. يعني المسألة بتاع النهارده ما كناش محتاجين المعلومة دي، بس أنا بصراحة مزودها مش هتخسر، الزيادة ما بتزعلش. كملي يلا يا سيدي. واو منتصف جيم د ميم واو عمودي على جيم د. حلو. الجديد بقى يا ولاد ولكن، طبعا كلمة ولكن عايزين تقولوا بدلها بما أن صح، عايزين تقولوا ولكن صح. ولكن إيه قد إيه؟ صح. مش هو مدينا إن ألف ب يساوي ج د؟ أهو. صح؟ طالما الوتر ألف ب قد الوتر ج د، إذا البعد م ه قد البعد. حلو. طيب يبقى 2 س ناقص 5 يساوي يبقى 2 س 7 زائد 5 بتساوي كام يا زين؟ كملي تاني. 7 و5 يبقى س بتساوي 12 على تساوي كام يا ملك؟ 6. شكرا. هنقسم السؤال ده عليك انت ومحمد ابتدي اهي. بما ان علي صوت ممتاز، لازم اوصل من ميم لس ومن ميم لعين ومن ميم لصاد، مش من عند الف، من عند ميم. ليه؟ عشان الابعاد تجهز. ما كانش فيه ابعاد فانا عملت ابعاد. نيجي نقول له بما ان الف ب قال لا فعلا مماثل الصغر، مش مماثل الصغر. طب اذا ميم عين ايه؟ على ألف ب. صوت يا باشا. ألف ج مماس. مش أنت بقى هتخلي محمد محسن للصغرى برضه. إذا ميم صاد. طيب محمد تاني. ب ج مماس. إذا ميم س عمودي على ب ج. 3 كده جهزوا كلهم ابعاد، كلهم ايه؟ صلى على النبي يا ولاد. ولكن اللي يعرف فيهم ال3 ايه قد ايه؟ ما لازم حاجه تكون قد حاجه. هل في حاجه هنا قد حاجه يا اخي؟ ميم عين. دي الحته الذكيه. ميم عين كلهم قد بعض. ده قد ده قد ده. ميم عين قد ميم صاد قد ميم س، لانهم انصاف اكتر. يبقى كلهم قد بعض، انصاف اكتر في الصغرى. طيب اذا ايه؟ هما يا محسن طالما ال3 دول قد بعض يبقى ال3 دول اذا ا ب يساوي ج ب يساوي ا ج. اذا المثلث ا ب ج متساوي الاضلاع. شكرا. شرط المستوى تقول لك لام يعني طول القوس. لام يعني ايه؟ على 2 باينات تساوي قياس القوس على 300 وايه؟ طيب طول القوس هنا بكام؟ مش عارفين. على 2 باي ب 22 على 7. ولو قال حاجه ثانيه بعملوها حسب ما يقول. يعني في نق بكام؟ 7 يساوي قياس القوس بكام؟ على ونعمل مقص. اللام تساوي المقص يا شباب اللي ما يعرفش 360 تنزل تحت واضرب 90 في 2 22 على 7 في 7. شوفوا لي بكام بقى هتبقى 11. يبقى لام هنا ب 11 ايه؟ صح. هنقول توكلنا على الله. لام على 2 باينر يساوي ق على 300 وايه؟ طب القانون ده بطبقه امتى؟ هو مدينا طول القوس 22 نص القطر ب 7، عايز قياس القوس. فنقول له لام على 2 باينر يساوي ق على 300. طب لام بكام؟ اللي هو الطول. قولي يلا يا بنتي. 22 على 2 في 22 على 7 في نق بكام؟ 7 يساوي قياس القوس بكام؟ ما نعرفهاش. على بنعمل القاف يساوي 2 في 22 على 7 في 7 كل ده تحت، و22 في 360 فوق.
هنا السبعه تروح مع السبعه، 22 مع 22 يفضل لك 180 شغل. ده ما كانش يمشي. طيب سيبك من اللي هو طالبه خالص، مين اللي يعرف يبدا معايا يتوقع عليه؟ مين ما قالش المره اللي فاتت؟ وانا قلت لهم ثلاثه. حد يكون ما قالش المره اللي فاتت، شبان او بنات؟ قولي. بما ان الف ب يوازي دال، قلت لك دي مصروف كده، رسمه مصروف، يبقى البدايه تساوي النهايه. يبقى قياس ألف د بيساوي قياس باء ج. الف د القوس باء ج القوس اللي هو ده يا ولاد كده يساوي كده. خلاص؟ خش يا بدر. بما ان ده الواو يساوي واو ج. بما ان الوتر د الواو يساوي الوتر ج واو. بص بقى في حاله ابو كرش بنعملها ازاي؟ اذا القوس ده الواو يساوي بنكتب نفس الحرفين بس نحط عليهم علامه القوس. واذا القوس يساوي ج واو. سمي ده واحد، سمي ده اثنين. لو قلنا بالجمع رحنا الجمع تبقى الف و ده كده هتبقى كده. واو يساوي نجمع ده باء كله واو. على بعضه، ده كله على بعضه. قوس الف واو. الف د وده الواو هيتجمعوا على بعض يدينا الف واو. الف يساوي ده كله يدينا الف واو. طب ده كله يتجمع يدينا ايه؟ باء واو. ده باء واو. هو المطلوب ايه؟ طب بقول لك ايه، ازود لك سنه صغيره كده؟ زود. طب لو القوس الف واو قد القوس ب واو يبقى الوتر الف واو يساوي الوتر باء واو. ما هي ممكن تطلع. شكرا. قول. قول يا بسمة. بص يا ولاد هنا توازي مرتين، هناخد التوازي الاولاني. بما ان الف باء يوازي د ج اذا قياس استني بس على الف باء يوازي د ج ماشي، يبقى الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال. يساوي ج د اذا الف د القوس يساوي باء ج. ج ب القوس ماشي. بما ان د ج يوازي خلي حبيبه تقول بقى، بما اني بسمله قالت حبيبه لازم تقول يلا. بما ان ه واو يوازي د ج اذا ايه؟ ه د ه د القوس يساوي ايه؟ قولي يا حبيبي علي صوتك بس. ه د يساوي ه القوس برضه. طب نقول له بالجمع برضه؟ ما هو ده قد ده وده قد ده، يبقى ده كله قد ده كله. طب بالجمع يعني لسه مالك يساوي القوس ه. طب طالما القوس قد القوس يبقى هي مالك. اذا الوتر ه الف قد الوتر ه ب والمطلوب. شكرا. الف وستين. الف ما انت قلت وستين. لي يا طب الف و 17 بكام يا ولاد؟ الف وسبعة. ماشي يا ولاد. هي الفكره ان اسمع صوتك يا ولاد، مش لازم تقوليها كامله. قولي يا مالك. قولي يا عسل. الف ونص ثلاثة. معلش انا هخلي دي الف و6 بس بكام؟ الف و3 صح. بس في ملحوظه بقى يا ولاد هقولها لكم بعد ما اخلص السؤال ده. خلوا دي 1016 بكام يا بنتي يا عسل؟ استبرك وانت روضه. طب اقول لكم استاذنكم يا بنات قولي الف. الف و16 جذرها ايه؟ الف اس 8. عندنا قاعده في الرياضه لو الاس الجديد هو القديم دايما زوجي، خدتوا بالكم؟ الاسس الاصليه دايما زوجي صح؟ الاس الزوجي بيعمل ايه يا ولاد؟ بيلغي السالب. الجديد بقى ساعات يبقى فردي وساعات لو الاس الجديد طلع فردي لازم احط حاجه جديده. بحط القيمه المطلقه. اي اجابه فيها فردي بحط القيمه مطلقه. الزوجي ما بحطش قيمه. هو جذر 16 ثانية؟ مطلقه. اهدي عليا. وده اللي كنت عشان احاول. طيب طب زميلتي بتسالني سؤال 16 الف اس 16 جذر 16 جذر 16 4 الف اس 16 على 2 يبقى في فرق بين الجذر يا باشا لما يبقى رقم لما يبقى اس. الجذر الرقم محدش يسال دلوقتي ايه جذر الرقم بيطلع هو جذر عادي، ولكن الاس بجيب نص والاس بجيب، يبقى الجذر في فرق بين ده وده. ده اس مش رقم عشان اجيب جذر بجيب نص، الاس بجيب ايه؟ والرقم اجيب جذر. خلاص زي هنا ده اجيب جذر يبقى كام؟ 5. امال هنا اجيب ايه؟ نص يبقى الف اس كام؟ وهنا اجيب نصه. طيب هنا بقى في اجابات فرديه ولا مفيش؟ قال لك لو الاس طلع فردي بحط له ايه؟ مقياس. طيب التربيعي للعدد 9. في فرق بين الجذر بالرياضه والجذر بالعربي، انتوا عارفين كده؟ طب انتوا عارفين ان في الاصل جذر التسعه لها اجابتين؟ جذر التسعه لها اجابتين، يا اما 3
هاتي هنا كده يا اما سالب 3. عشان كده اي جذر تربيعي ليه اجابتين. هو مش 3 في 3 ب 9؟ طب سالب 3 في سالب 3 برضه ب 9. طب ليه يا استاذ احمد ما كنتش بتقول لنا الاجابه الثانيه؟ انت دايما كنت بتقول لنا ايه؟ عشان في الرياضه حسب ما يقول قال موجب نقول له موجب. في الرياضه زي ما يقول قال هات السالب نديله سالب، قال لي هات الموجب والسالب نديله الموجب والسالب. بس لو ما قالش في الرياضه، لو ما قالش في الرياضه يبقى موجب كالعاده. عشان كده تلاحظوا ان كل اللي كنت بجيبه في اول الحصه كان موجب، لانه ما كانش بيقول اشارات. اذا ما قالش في الرياضه يبقى قصده موجب كالعاده. مش احنا دايما اي مساله لو قلت لك 3 قصدي موجب ولا سالب؟ موجب. الدليل ما قلتش سالب. لو قلت 7 يبقى قصدي ايه؟ يبقى الرقم لو ما قالش الاشاره يبقى يقصد موجب. يبقى يقصد ايه؟ يبقى جذر 9 بايه؟ 3. عندنا في الرياضه خلينا اذكياء شويه. لما يكون الاستاذ بيشرح ما تساليهوش استاذ ايه، انا يعني اسيب اللي انا بقوله وانت اركز معاكم. ركزوا بقى لو سمحت. فين الغلط يعني؟ قصدك على دي. حاضر شكرا. موجب وسالب ايه؟ 5. موجب جذر 25 5 موجب وايه؟ طب ليه موجب وسالب هو ايه؟ يبقى لو قال اشارات نحط له اللي يقوله. وبرده في العربي اذا قال حط اللي يقوله. تعالي على العربي بقى. بص المصيبه في العربي. الجذر التربيعي الجذرين التربيعيين لتسعة وعايز 2 نقول له موجب وسالب 3. طب يا رفيده الجذر التربيعي الموجب لتسعة 3 بس. طب الجذر السالب لتسعة سالب 3. حلو سالب 3. طب في اللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى نطقت للمجهول للعموم والشمول. احنا دخلنا كده على نحو. لو ما قالش في العربي يبقى عايز الاثنين. لما اقول لك انا عايز الجذر التربيعي لتسعة سالب موجب 3 يبقى موجب وسالب 3 مش زي الجذر التربيعي لتسعة 3 بس. يبقى لو ما قالش في الرياضه يبقى موجب كالعاده. معروفه في الرياضه ما قالش يبقى موجب كالعاده. بس في اللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز نطقت للمجهول ليه؟ للعموم والشمول. يعني هات كله. يعني ايه عموم وشمول؟ ما خدناش في العربي دي. نطقت للمجهول للعموم والشمول. يبقى موجب وسالب. موجب وايه؟ وسالب. فهمت؟ دي اذكى 2 اللي فوق. سيبك من اللي تحت ده كله مفهوم. المشكله في الاثنين ده. لو قال بالعربي من غير اشاره قصده الاثنين. لو قال الرياضه من غير اشاره يبقى قصده موجب. يبقى لو قالها بالرياضه يبقى موجب كالعاده. لو جابها باللغه العربيه الفصحى يبقى استيقظ وركز نطقت للمجهول للعموم. ركز يا مسطول. طب يلا اول واحده تحل دي هديها مساله زياده النهارده. ماشي؟ يعني اللي هتحل دي هيبقى لها سؤال على الصف. صفر يا استاذ. لا هتقول يا دور. ايوه هتقول دول. ها لا مجموع صفر. جدع يا بنت. صفر يا استاذ. ماشي سمعتك حاضر. يا ريت. سمعتك حاضر. مين عنده راي تاني؟ واحد قالت موجب وسالب 6 واحد قالت 6 والتاني قالوا صفر. انت رجعت بكلامك يا اسم. انا بقول لك مجموع مش مجموع الجذرين التربيعي لعدد 9 6 36. مش الجذرين موجب 6 وسالب 6 تعالى نجمعهم يدينا ايه؟ طب هات سؤال اصعب منه. مجموع الجذرين التربيعيين للعدد 1000 صفر. من غير ما اعرفهم. طالما مجموعهم واحد موجب واحد سالب يلغوا بعض. صح؟ مين اللي قالت الاول؟ انا بس انا قلت الاول بعدين بس انا قلت مين اللي قال الاول؟ انا وهي مين اللي قال الاول خالص؟ هي واحده اللي قالت الاول. انا سمعت رفيده الاول بس برضه للتاكيد. بس انا برضه قلت صفر. قلت بعديها ولا قبليها؟ معانا. ايه؟ يعني الاثنين قالوا صح. يا نافل ولا ايه؟ مثلث أ ب ج المتساوي الأضلاع صح؟ إذا البنت اللي ما عندهاش دم تقعد ساكتة. إذا أ يساوي ب يساوي ج يساوي 60 كل زاوية من زاوية 60 يبقى ده 60 5. أنا عايز دي بس. خلاص؟ طب يلا يا محمد. مجموع زوايا المثلث تساوي كام؟ طب يبقى زاوية د بكام؟ إذا قياس زاوية د تساوي 180 ناقص 40 و20 مع 120. خدت بالك من حاجة؟ دي الخاصية الثانية في درس
كل زاويتين قصاد بعض بكام؟ يعني عشان اثبت ان الرباعي دائري اثبت ان هم ب 180. طب تعالى نعمل كده، نقول له ب ود بتساوي يا محمد واحد 60 يساوي 180. طب ما طالما طلعوا ب 180 اذا الشكل ايه؟ ا ب ج د رباعي. اذا كده انت جبت نص الاجابه، ثبتت لي ان هي دي 90. طب يبقى انت بقى يا كنز، بما ان ا ب ده اسمه ايه؟ قطر ولا قطر ولا نص قطر؟ قطر كام؟ صح؟ طب طالما ده قطر، عندنا نظريه مش عارف فاكرينها ولا لا؟ ان المحيطيه المرسومه على قطر قائمه. طب قول يلا يا كنز، اذا زاويه ايه؟ ج ب 90. طب ده معناه ان احنا ثبتنا ان ه زائد ج ه 90 زائد 90 يبقى الشكل رباعي دائري. صلى على النبي. دلوقتي يا ولاد احنا عندنا دايره ومعانا الشكل اللي قدامكم ده، عايزين نثبت ان هو رباعي ايه؟ دائري، صح؟ خلي بالكم ان مدينا قطر ومدينا زاويه د ب 90. طب نبدا كده يا انسه نعمل ايه؟ بما ان ا ب قطر، صح؟ اذا زاويه ا ج ب اللي هي دي بكام؟ محيطيه على قطر او نظريه. طيب بما ان بقى زاويه ا ج ه كلها، ا ج ب هي ا ج ه بتساوي زاويه ا د ه، صح؟ كل واحده فيهم بكام؟ وهما على نفس الايه؟ على نفس القاعده، وفي جهه واحده ايه؟ منها، صح؟ اذا ا ه د ج رباعي ايه؟ دائري. هل هو طالب حاجه تانية ولا كده بس؟ بس الف ايه؟ الف باء ماشي، الف واو والف دال مالهم؟ ممثال. ممثال. اذا ان الف واو بيساوي الف دال يساوي كام؟ 3 سم. خش على الناحيه الثانيه. باء واو باء وباء هاء ممثال. ب واو ب ه ممثال. اذا واو باء بيساوي باء هاء تساوي 5 سم. ده صوتك ده؟ ده الجيم قول يا كنز. ده الجيم وهاء جيم ممثال. طب استنى الصوت يا جماعه. الجيم وهاء جيم ممثال. مالهم؟ ممثال. وده الجيم بتساوي هاء جيم بتساوي 4 سم. هجيبك هنا خليك عامل 4 سم، يبقى ده ب4 ده ب5 وده ب3، صح يا عسل؟ صح يا شوكولاته؟ اذا محيط المثلث بيساوي كام بقى؟ 3 زائد 3 بيساوي المفروض ا ب زائد ب ج زائد ج ا، صح؟ تساوي كام يا بسمة؟ 3 زائد 5 زائد 5 زائد 4 زائد 4 دول على بعض، دول على بعض، دول 8، صح؟ ودول كام؟ 9 ودول كام؟ 7. واحدة تقول لي ما اقول له 3 و3 و4 4 و5 و5، صح برضه؟ كام؟ 24 سم. مماثل لمين؟ صح؟ إذا سمي ده رقم. يلا يا حبيبي على الشمال. جيم. إذا النون بقى المرة دي النون. إذا ها سمي ده 2. قول له جيت جنبك، بس هستأذنك أنا هبدل أماكن، أخلي ه ب اللي هنا وجيم ه اللي هنا. فاهمين ليه؟ عشان يبقى ده جنب ده وده جنب ده. يلا يا جماعة. ها على طول بلا وجع قلب. إذا ده وده على بعض، ادينا ألف ب وده ادينا ألف ج د والله. ممثال
إذا الجيم ها بتساوي ده إذا جيم ه سمي ده رقم واحد. كملي يا مين. في الدايرة مين بقى الصغيرة؟ ممثل الدايرة مين؟ مين؟ إذا ب ه يساوي ه. سمي ده رقم 2. صح 1 من 2 ماشي نقول له بالطرح. جيم ه لما اشيل منها ب ه بقى لي كده. ده جيم الناحية الشمال ه د شيل منها ه الألف. ده الألف صح؟ سمي ده رقم هو ده 2. خلاص؟ هو المطلوب ايه؟ ده اللي انا عايزه. هو المطلوب اثبات شو؟